السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكة رواني. شايفين شكلها من جوه عامل ازاي؟ ايه رأيكم في الجمال ده؟ يلا تعالوا نشوف المقادير سوا مع بعض. في البداية هنا عندنا كوباية سكر، وعندنا كوباية مية. دول هيتحطوا على النار يغلوا. هندوبهم، وطبعا لحد ما السكر يدوب معانا خالص، ونخليهم على النار لمدة 5 دقايق بس، يا دوبك بس يعني السكر يسيح او يدوب بمعنى اصح خالص، يعني تبقى مية بسكر خلاص. ونحط فانيليا في الاخر، ونخلي العسل ده يبرد. هنا عندي 3 بيضات زي ما انتم شايفين، وفانيليا ضربتهم، ونزلت بكوباية سكر بودرة مطحونة زي ما انتم شايفين. وهبتدي اضرب لحد ما البيض يتغير لونه. وبعدين هنزل عندي هنا بقى دقيق. عندي الاول زيت، حطيت نص زيت ونص لبن، بس هحط تاني لان الكمية دي كانت قليلة. خلاص، زي ما انتم شايفين كده نزلت بنص الزيت، دي نص اللبن. لازم الكوباية اللي نعاير بها مقدار نعاير بها كل المقادير، وهنضرب. خلاص. وعندي هنا بعد ما هضرب اللبن والزيت، هنزل بدقيق السميد اللي هو عبارة عن كوباية، اللي هو دي البسبوسة يا جماعة. خلاص، هنزل بيه هنا زي ما انتم شايفين كده اهو. وهنزل بمعلقة بيكنج باودر كبيرة. خلاص اهو. وهبتدي برضو اقلب. وبعد ايوه زي ما انتم شايفين، هنزل هنا عندي دي كوباية دقيق ابيض عادي، هنزل بيها هنخلها. واللي هناك دي نص كوباية دقيق، وعليها نص كوباية جوز هند. خلاص، يعني خد كوباية ونص دقيق ابيض، وكوباية دقيق سميد، ونص كوباية جوز هند. خلاص، وكوباية لبن، وكوباية زيت، ومعلقة بيكنج باودر كبيرة. وهنقلب كل ده عشان المضرب ما يهبش في وشي. طبعا حسيت الخليط تقيل، رحت نازلة زي ما قلت لكم بباقي البيض، بباقي اللبن، وباقي الزيت. خلاص، يعني المعايير كلها كوباية. كل المعايير كوباية، يعني سكر كوباية، زيت كوباية، لبن كوباية، دقيق السميد كوباية، نص كوباية جوز هند. خلاص، كوباية ونص دقيق أبيض. ونزلت بيهم في صينية مقاس 30. ممكن تصغروا الصينية لو عايزين، وبمسح الأطراف زي ما انتم شايفين كده علشان ما تتحرقش في الفرن. خلاص، طلعت من الفرن، حطيتها على درجة حرارة 190، وخدت يعني احمرت من تحت. وبعد كده ولعت عليها الشواية، وادي بشقها بالشربات البارد، وهي طبعا طالعة سخنة. خلاص، دي كمية الشربات دي عملت لي كوباية وحبة صغيرة زي اللي انتوا شايفينهم. ممكن تكتروا كمية الشربات على حسب ما انتوا عايزين، احنا بنحبها مالة للكيكة اكتر. خلاص، فانتوا لو عايزين تكتروا الشربات عشان تبقى مسقيه بالشربات كويس قوي، وتحسوا انها مسكره قوي شويه يعني، تكتروا شويه في الشربات. يعني تحطوا مثلا كوبايه ونص ميه، وكوبايه ونص سكر. خلاص، احنا عشان بنحبها مايله للكيكه فقللنا عشان نظبط الشربات شويه. هنا بقى قلت ازوقها بحاجه، اصل كده شكلها زي الكيكه قوي، فقلت احط عليها جوز هند كده. قطعتها الاول مربعات كده بالسكينة، وابتديت ان انا احط عليها جوز هند كده زي ما انتم شايفين على كل مربع منهم، عشان بس تدي منظر اهو. طبعا وبعد كده هحط عليها كريز، هتشوفوا معايا. ابتديت ان انا اجيب الكريزية واقسمها بالنص، واحط على كل مربع برضو كريزية. خلاص، شايفين الشكل؟ ايه رأيكم في شكلها؟ صينية سريعة وسهلة وطعمها جميل اوي، هتعجبكم ان شاء الله. جربوها على طريقتي وإن شاء الله تعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.